الحكاية تبدأ قصتنا مع اندماج نظام الألعاب مع العالم الحقيقي، وفي مهن متنوعة في هذا العالم، وأحداث لا تحصى، وممالك سرية، وأيضا هناك وحوش. والجمع يكتسب الخبرة والمواد عن طريق اصطياد الوحوش وصنع معدات جديدة وإنشاء أشياء جديدة. ومع ذلك حتى أشرس الوحوش ليست رائعة بقدر وجود الكائن الغامض والنادر، ولديها قوة مثل الحكام، وهم التنانين. وبعدها نذهب إلى مملكة التنانين عند المدرسة الثالثة، ونرى الأستاذ يضرب على السبورة وهو يقول: مراسم اختيار المهن للصف 25. ويقول للطلاب: انتبهوا، مراسم اختيار المهن اليوم لا تؤثر فقط على ما إذا كنتم ستلتحقون بالجامعة أم لا، ولكنها تتعلق أيضا بمدى تطوير مستقبلكم. ومع أن نتائج مراسم اختيار المهن نظرية عشوائية، إلا أنه يجب أن يكون لدى الجميع الثقة في أنفسهم بتصميم قوي، ولديكم جميعا فرصة لإيقاظ قدراتكم مثل مهنة المحارب. وبعدها نرى طالبا يقول مع نفسه: أخيرا، لقد انتظرت هذا اليوم طويلا. وبعدها يعرف عن نفسه قائلا: أنا لوفان، انتقلت من عالم النجم الأزرق إلى هذا العالم، ومرت 3 سنوات من تلك الحادثة. وبعد 3 سنوات من العيش هنا، أصبحت أفهم هذا العالم. وفي هذا العالم هناك 3 أنواع رئيسية من الفئات، وفي كلمة الفئات توجد مهنة المحارب مثل خبير السيف والسحر وغيرهم، واستخدام قدرات قوية لاستكشاف الأراضي المجهولة والحصول على معدات وتلقي مكافأة كريمة، وهي المهنة التي يتطلع إليها الجميع. وبعدها تأتي الفئات المحسنة مثل السحر وصنع الكيمياء وغيرهم، ويمكنهم إنشاء عناصر خاصة بتأثيرات قوية جدا، ولكن شراء المواد لهم سيترتب عليه تكاليف كبيرة، وفقط الأثرياء يمكنهم تحملها. وأخيرا في القاعة تأتي الفئات الحياتية مثل الوهاب ومستكشف الأعشاب والمنقبين وغيرهم من الفئات، وتمثل هذه الفئات مستقبلا لمعظم الناس، حيث يصبحون أفرادا عاديين يعملون بجد ويسعون للعيش. وهنا يقول لوفان مع نفسه: عمتي هانكي هي واحدة من الفئات الحياتية، وهي طاهية تعمل بجد كل يوم لكي تدعمني في مرحلتي التعليمية من خلال محل صغير للخبز، مع أنها أكبر مني ب8 سنوات فقط، إلا أنها تدعمني بدون شك أو ندم. ويقبلها الأستاذ، وبعدها يكلم المدير ويقول له: فهمت. وبعد فترة يقفل مع المدير، وبعدها يقول للطلاب وهو متحمس: أيها الطلاب، حفل اختيار الفئات على وشك أن يبدأ، هيا نذهب. ويفرح الطلاب جدا ويقولون: أيوه. والكل يخرج ما عدا الطالب الذي بقي جالسا على الكرسي، فيجيء إليه المدرس ويقول له: لوفان، أنت الطالب الأول في صفي، ولا داعي للشعور بالضغط كثيرا. فيرد عليه لوفان قائلا: حسنا. وفجأة تظهر لوحة النظام وتهنئه على تنشيط النظام، ويسمى خريطة الكنز الفائق. يستغرب بطننا ويقول: ما هذا؟ وهنا يقطع تفكيره صوت المعلم وهو يقول له: لوفان، هل تستمع إلي؟ حتى هنا يركز لوفان مع المدرس ويقول له وهو يجري: عذرا يا أستاذ، سأذهب الآن. وبعدها يقول مع نفسه وهو ينزل من على السلالم: أخيرا، لا يمكنك السفر إلى عالم مثل هذا بدون نظام، ولكن ما فائدة هذا النظام؟ سأفكر في ذلك لاحقا، والآن مراسم اختيار الفئات هي الأهم. وبعدها نذهب إلى الساحة ونلاقي فيها منصة وعليها بلورة، وهنا يقول الطلاب: هل هذه هي بلورة التحول للفئات؟ هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها واحدة. أنا متوتر جدا. ولكن يقول لهم شخص: كونوا هادئين. ويكمل الطلاب ويقولون: سيكون رائعا إذا كان يمكنك أن تحصل على مهنة المحارب، أو أن تكون قويا ومحبوبا من قبل الآلاف. ويرد عليه شخص آخر قائلا: يا رفاق، تتحدثون بأحاديث سخيفة في النهار، ولا يوجد هناك أي فئات مخفية تقريبا في المدرسة كلها، وإذا حصلت على مهنة المحارب فسوف أكون محظوظا جدا. وهنا يقول لهم المدير: مراسم اختيار الفئات على وشك أن تبدأ. وهنا نرى واحدا بجانب المدير، ويقول عليه المدير: هذا هو الكاهن الذي سيستضيف مراسم اختيار الفئات هذا العام.
وهنا يقول الطلاب، وبعدها نرى البنات تقول لتشانج: اذهب يا أخي، أنت وسيم جدا. وهنا يذهب إلى البلورة، والكاهن يستخدم الصولجان ويضرب على البلورة فتخرج منها طاقة نارية، ونعرف أنه حصل على مهنة المحارب وهو ساحر النار. ويتفكر الجميع في هذه المهنة لدرجة أن بعضهم حسدوا على ذلك ولديه مستقبل واعد أمامه. وقتها يقول لوفان مع نفسه: بمجرد أن تصبح محاربا يمكنك أن تكون وداعا لحياتك العادية. ومعظم الطلاب حصلوا على فئات حياتية مثل مستكشف الأعشاب والخياط وغيرها. وهنا يقول لوفان مع نفسه: معظم الطلاب حصلوا على مهن حياتية، والأقلية فقط حصلوا على مهن المحارب. والأشخاص الذين أيقظوا مهن المحارب مستقبلهم غير محدود. أما بالنسبة لمعظم الناس الذين أيقظوا مهن حياتية فإن المقدر لهم أن يعيشوا حياة متوسطة. وهنا نرى بنتا تبكي لأنها أيقظت مهنة حياتية. وهنا طالب يقول عنها إنها من الصف الثالث وعائلتها بالفعل تعاني من النقص المالي، وأيقظت مهنة التعزيز، وهي من أغلى المهن من حيث النفقات، وإنها حتى مهنة غير جيدة كمهنة حياة. ويقول للبطل: على الأقل لديك مهارة. وهنا يقول لوفان مع نفسه وهو متوتر: عائلتي أيضا تعاني من النقص المالي، وماذا لو حصلت على مهنة التعزيز؟ وهنا يأتي الدور على البطل ويتقدم إلى المسرح، والبنات معجبات به لأنه وسيم جدا، ويتساءلون مع أنفسهم عن أي مهنة سيحصل عليها. وفعلا نجد البطل أمام البلورة، وهنا يفعل الكاهن للبلورة على البطل، وفجأة نرى عينا لكائن ضخم تظهر، مما جعل كل الحاضرين مصدومين جدا من هذا، قائلين: هل هذا زلزال أم ماذا؟ ولكن فجأة يحصل ضوء كبير في السماء ويظهر فوق البطل، ويتفكر الحضور لما يظهر تنين عملاق، ويقول الجميع إنها ظاهرة استثنائية حقا، وتحدث فقط عندما تظهر مهنة مخفية، مما جعل الجميع مصدومين من هذا الأمر، ويتفكرون أن البطل لديه مهنة مخفية. وهنا تقول واحدة من المدرسين لمدرس البطل: لقد خرجت أول مهنة مخفية في المدرسة، وهذا لا يصدق. ويرد عليها المدرس قائلا: وإذا انتقل إلى أقوى المهن المخفية مثل محارب دم التنين أو ساحر لغة التنين، فإنه يمكن أن يصبح القوة الجديدة لمملكة التنين ويصنع التاريخ. وهنا يظهر التنين في السماء ويخرج قوة مرعبة. وهنا يقول للجميع: مر 10 سنوات على آخر شخص أصبح محارب دم التنين، لذلك هذا الشخص أصبح الآن أفضل خبير في مملكة التنين. ويتساءل المعلم: هل يمكن أن يكون لوفان أيضا كذلك؟ وهنا نرى التنين يدخل داخل البطل، وتحدث قوة كبيرة من الإيقاظ، فيطلق المدير الذي عنده وهو سعيد جدا ويقول له: أيها الصبي، ما هي مهنتك؟ هل أنت محارب دم التنين أم ساحر لغة التنين؟ فيقول له البطل وهو حزين جدا: أنا مروض التنانين. مما جعل الجميع مصدومين جدا وعاجزين عن الكلام، مما جعل المدير مصدوما جدا، ويقول المدير: كيف يعقل مشهد كبير مثل هذا؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ وبعدها يقول وهو غاضب جدا: لماذا أكثر مهنة لا قيمة ولا فائدة لها؟ مروض التنين. وبعد انتهاء المراسم نرى البطل يمشي ويستكشف النظام وينزل إلى معلوماته، ونجد الصنف هو فئة مروض التنانين بالمستوى الأول. ومهارات مروض التنين هي القدرة على ترويض المخلوقات، والقيمة المتراكمة هي المايت سازون ثلاثيس. وهنا يتذكر البطل عندما حصل على مهنة مروض التنانين، وقتها يقول الطلاب: إن حياة هذا الطالب ستكون حياة متوسطة في أحسن الأحوال، وكيف يمكن للبشر ترويض مخلوقات قوية مثل التنانين؟ وشخص آخر يقول: نعم، مع أنها صنف مخفي إلا أنها أضعف فئة من حيث القوة العملية. وهنا يتكلم طالبان مع بعضهما ويدمرون من كلمة الأضعف، ويقول له: ألا يعتبر مروض التنانين أحد المهن المخفية الرئيسية الثلاثة إلى جانب محارب دم التنين وسحر لغة التنانين؟ ويرد عليه زميله قائلا: نعم، ولكن من الصعب حتى العثور على التنانين، فما بالك من ترويضها؟ وربما يصبح الاستدعاء خيارا أفضل. ويقول المدير للبطل وهو حزين:
لا بأس يا صغير، على الأقل إنها مهنة مخفية، وهذا يعني إمكانيات غير محدودة، وربما يمكنك ترويض بعض التنانين الصغيرة لتصبح قوياً. ويقول اللوفان مع نفسه: كيف هذا ممكن؟ وأنا أعرف أن مروض التنين لا يمكن أن يمتلك إمكانيات غير محدودة، والتنانين الصغيرة إنها مجرد وحوش شرسة، ولا يمكن مقارنتها بالتنين الحقيقي. وعلى مدار 800 سنة من تاريخ بلاد التنانين ظهرت التنانين بالتأكيد، ولكن مدرب التنانين الذي روض تنينا لم يكن هناك شيء كهذا على الإطلاق. حتى أقوى البشر كنملة أمام هذه المخلوقات المرعبة، ومحاولة ترويض تنين ضخم ليست إلا حلما يحلم به الأحمق، ناهيك عن مروض تنين بلا تنين. فهو لا يفتقر إلى القدرة على التطور فقط، بل أيضا لا يمكنه حتى تعلم المهارات. ويشعر بطلنا بالحزن الشديد من هذا، ويقول في نفسه إن عمته بذلت مجهودا عظيما في تعليمه، ولكن واقع الحياة قاس. وهنا يصل إلى محل الكعك الخاص بعمته، ويقول إنه وصل بالفعل إلى المنزل دون وعي بذلك. وبعدها يدخل المنزل ويقول لعمته إنه عاد، فتحتضنه عمته قائلة: لوفان عاد. وتقول له وهي تمسك بيديه: اليوم هو يوم انتقال لوفان الوظيفي الكبير. كيف كان الأمر؟ وما المهنة التي حصلت عليها؟ وهنا يسكت لوفان ويتردد في الإجابة، مما يجعل عمته قلقت عليه، فتقول له: لا بأس إذا لم تصبح مهنة قتالية. ولكن لوفان يقول لها: لا يا عمتي، أنا أصبحت مروض تنانين، وهي مهمة مخفية، ولكن لا يمكنني فعل أي شيء بدون تنين. وهنا تضحك له عمته قائلة: أن تكون مروض تنانين أمر جيد أيضا، وهذا يعني أنك قوي بالفعل. ثم تقول له: لوفان، إذا تمكنت من دخول الكلية في المستقبل فستستمر عمتك في دعمك. وتضيف بكل محبة: إذا لم ترغب في ذلك يمكنك أيضا إدارة محل الكعك مع عمتك. وهذا الكلام يجعل لوفان سعيدا جدا من كلام عمته، فتقول له عمته: حسنا، لا تفكر في الأمر، هيا بنا نأكل. فيرد عليها قائلا: هناك الكثير، لا أستطيع إنهاء كل هذا. وبعد فترة يجد نفسه على السرير ويقول في نفسه: عمتي تبلغ 26 عاما فقط، وبعد سنوات من الجهد في مهنتها لا تزال حياتها اليومية بسيطة، ولكني أريد أن أعيش حياة أفضل مع عمتي. هل أصبح ذلك مستحيلا لمجرد أني أصبحت مروض تنانين؟ ويقول وهو متعصب جدا: لا يمكنني تقبل هذا. من الواضح أن امتلاك تنين سيجعل مهنة مروض التنانين مهنة قوية، ولكن أين يمكنني أن أجد تنينة؟ وهنا يظهر له النظام ويقول: مبروك، تم إرسال خريطة الكنز لليوم الأول. مما يجعل لوفان متفاجئا قائلا: خريطة الكنز في اليوم الأول ومن الدرجة الملكية. فيرد عليه النظام: نظام خريطة الكنز الفائق سيزودك بخريطة كنز واهز واحدة يوميا، وخريطة الكنز الأولى ستكون دائما من الدرجة الملكية. ويكمل لوفان كلامه مع نفسه قائلا: حسنا، أتذكر أنه كان يسمى نظام خريطة الكنز الفائق عندما تم تفعيله لأول مرة اليوم، وجربت فقط خاصية التعريف، ولم أستكشف بعد وظيفة خريطة الكنز الأساسية. وهنا يفتح لوفان الصندوق ويقول له النظام: مستويات خريطة الكنز هي مبتدئ، متوسط، متقدم، وهناك 4 مستويات في الإجمالي، ويمكن دمج 3 خرائط كنز متطابقة من مستويات منخفضة في خريطة كنز واحدة من مستوى أعلى من خلال النظام، فتحصل على خريطة كنز واحدة كل يوم، وطالما تتبعها يمكنك العثور على الكنوز المتعلقة بمهنتك في موقع محدد عشوائي. ويقول لوفان في نفسه: صحيح، أنا مروض تنانين، وهي تعتبر أضعف مهنة لأن لا يوجد أي تنين يمكنني ترويضه، ولكن طالما استخدمت هذا النظام جيدا فهناك فرصة لعبور الخط الرفيع بين الأضعف والأقوى. ويتخيل بطلنا نفسه وهو مروض تنانين، ثم يقول بعبارة أخرى: هذه الخريطة الملكية قد تكون آخر أمل لتحقيق انقلاب تام في حياتي. فيختار موافق، ثم يقول: لو استسلمت الآن سأقضي حياتي بأكملها في قاع المجتمع، ناهيك عن كيفية رد الجميل لعمتي. يجب أن أذهب. ويقول له النظام: الموقع هو مستوى المنطقة 10، نهر الجبال والحجارة.
فيقول لوفان في نفسه: نهر الجبال والحجارة ليس بعيدا عن مدينة جيانج، وطالما لحقت بالحافلة الأخيرة المتجهة إلى الضواحي سأصل بحلول الفجر. وفعلا نرى الفجر، وعمة بطلنا تستيقظ من النوم، وهنا تجد ورقة على الطاولة، وتتفاجأ راكب الباص ونعرف أن المكتوب في الرسالة: سأذهب إلى نهر الجبال والحجارة، رجاء لا تقلقي علي، وقد تكون هذه فرصة لتغيير مصير مروض التنانين، وسأكون بخير. انتظري عودتي، وسنمنح حياة طيبة، ونعود لبطلنا في ضواحي نهر الجبال والحجارة. وهنا تظهر فتاة وتسلم على بطلنا ويشعر بالريبة. يظهر شخصان آخران ويطلبان من بطلنا الانضمام إليهما، لكن بطلنا يقول: لا حاجة لذلك، سأكون بخير. ثم يقول في نفسه: هل يمكن أن يكون هؤلاء لصوصا؟ فتقول له الفتاة: فكر في الأمر، وسيكون الطريق أكثر أمانا معنا. ويقول له الشخص العجوز: يا فتى، من الخطر أن تكون وحيدا في البرية. فيفكر بطلنا في نفسه: هؤلاء الرجال يحاولون سرقة أشياء، القتل والسرقة أمر سهل بالنسبة لهم. وهنا يقول العجوز لبطلنا: ما رأيك يا فتى؟ هل اتخذت قرارك؟ مع ابتسامة خبيثة تجعل بطلنا متوترا جدا. فيقول في نفسه وهو يجهز السلاح: لقد كشفوني. ثم يقول له العجوز مرة أخرى: ما رأيك في أن تذهب معنا؟ فيرد عليه بطلنا قائلا: لا، لقد قلت لك لا. فيقول العجوز: يا أخي، أنت لا تفهم قوانين البرية، الليل هنا أكثر خطورة مما تتخيل. يفكر بطلنا في نفسه: في الوقت الحالي لا أملك أي مهارات قابلة للاستخدام، لذا فلنتجنب مواجهتهم مباشرة. ثم يقول لهم: أنا مستدعي ولا أحتاج إلى رفاق، وإذا واجهت موقفا خطيرا يمكنني استدعاء المخلوقات العنيفة لحل ذلك. وهنا ينفجر الرجلان ويقولان: يبدو أننا كنا قلقين على سلامتك بدون داعي يا أخي. ثم يغدرون به. تقترب منه الفتاة قائلة: ربما سنلتقي مرة أخرى أيها الشاب الوسيم، وتقول له وداعا. فيقول بطلنا في نفسه: أيها الأوغاد، حتى لو كانت البرية خطيرة فهي أكثر أمانا بكثير من التعرض للغدر من قبل صائدي المواد. ثم يقول: هكذا هو الحال عندما لا تمتلك القوة، لا وقت أضيعه، وعلي المغادرة الآن. وهنا يبدأ بطلنا باستخدام الخريطة ويتبعها، لكنه يواجه سربا من الوحوش الهائجة من المستوى الثامن. فيقول في نفسه: على الرغم من أنهم لم يهاجموا الناس بشكل استباقي، إلا أنني لست ندا لهم إذا أزعجتهم. فيتخذ طريقا آخر وهو أطول لضمان السلامة، لكنه لم يكن آمنا أيضا. وهنا يكتشف وجود وحيد قرن من المستوى السابع، ويحاول عبور المنطقة بهدوء، لكنه فجأة يدوس على ضفدع مما يصدر صوتا. فتتجمع الغزلان حوله بغضب، ويحاول بطلنا الهروب بأسنانه ويطير بعيدا قائلا: لقد أزعجتهم في النهاية. ويحاول تجنب الهجوم بالابتعاد عن طريقهم، لكنه يسقط على الأرض ويقول في نفسه: في حالتي الحالية حتى وحيد القرن الضعيف لا يمكنني تحديه، ولكن إذا لم أنتهز هذه الفرصة فسيكون مصيري مثل ذلك الضفدع. ثم يقول له النظام: لقد وصلت إلى المكان المطلوب. فيكون بطلنا سعيدا جدا بهذا قائلا: لقد وجدته، هذا هو المكان المشار إليه. وهنا يدخل المكان ويجد بيضة، فيقول: إنها بيضة تنين. ثم تحدث فرقعة في البيضة وتتكسر شيئا فشيئا، ويصل له رسالة من النظام تقول: إنها بيضة التنين الأسود والمستوى غير معروف. بعدها يقول بطلنا: كل شيء يسير بسلامة على طول الطريق. ثم يخرج سيفا ويقول له النظام: إنه سيف أساسي، وهو سلاح مناسب للمبتدئين في فنون القتال القريبة من مدرسة التنين. وهنا يظهر وحش يهاجم بطلنا، فيقول في نفسه: في النهاية لم أتمكن من الهروب من الوحوش، إنه الثعلب الرمادي المتعطش للدماء. فيهجم عليه الثعلب ويعض السيف، فيبعد بطلنا الثعلب عنه ويهاجمه ثم يرميه بعيدا. ويقول له النظام: إنه ثعلب الرمادي من المستوى العاشر، مع هجوم مخلب ثلاثي، وهجوم سريع ب3 ضربات متعطشة للدماء لاستعادة الصحة بناء على كمية الدم التي يفقدها الهدف، والخبرة التي سيكتسبها هي 120 نقطة.
فيقول بطلنا متفاجئا: هجوم مخلب ثلاثي واستعادة متعطشة للدماء. هذا يعني أنه يمكنه استخدام هجوم اللبخلباثي لإحداث نزيف، ثم استخدام الاستعادة المتعطشة للدماء لاستعادة صحته. ثم يقول في نفسه: اللعنة، لا أمتلك أي مهارات للتعامل مع هذا. ربما يمكننا تأجيل استخدام تقنية ترويض التنين حتى يفقس التنين الصغير. وهنا يهجم الثعلب الرمادي على بطلنا مرة أخرى، فيقول في نفسه: إنه سريع جدا، ولا يمكنني الانتظار حتى ذلك الحين. فيهجم الثعلب على بطلنا ويخترق ذراعه، فيقول بطلنا في نفسه: لا يمكن السماح له بالاستشفاء باستخدام قدرة امتصاص الدم، ويجب القضاء عليه خلال هجومه الثلاثي. وعندما يهجم الثعلب عليه مرة أخرى، يصد بطلنا الضربة، ثم يهجم عليه الثعلب مرة ثالثة، فيقوم بطلنا بالهجوم عليه ويقضي عليه أخيرا، فيهنئه النظام على هزيمة الثعلب الرمادي، ويحصل بطلنا على 120 نقطة خبرة. فجأة يظهر شخص خلف بطلنا ويقول: لقد قتلته بالفعل، مما يجعل بطلنا متوترا جدا. ويكونون نفس المجموعة التي قابلهم من قبل، فيقول أحدهم: رائع جدا يا أخي الصغير. فيرد عليهم بطلنا: أنتم تتبعوني إلى هنا، لقد قلت لكم إنني لن أنضم إليكم. فتقول له الفتاة: أيها الفتى الوسيم، لا داعي للقلق، لقد خدعتنا. نعم، لقد قلت بوضوح إنك مستدعي، ولكن لماذا لم تستخدم مهاراتك على الرغم من أنك مصابا بهذه الطريقة؟ مما يجعل بطلنا متوترا جدا من كلامه ولا يعرف ماذا يفعل. فيرمي لهم الثعلب ويقول: إذا كنتم تريدون الثعلب خذوه ولا تلاحقوني بعد الآن. فيرد عليه العجوز مبتسما: أيها الفتى الوسيم، أنت شخص مثير للاهتمام. هذا الجلد يكلف فقط 80 عملة التنين، وكم عدد الأرانب التي يجب أن نطلب من الشاب قتلها حتى نحصل على حصتنا؟ فيدرك بطلنا أنهم يقصدون البيضة، مما يجعله متوترا جدا، ويقول في نفسه: يا لحظي السيء، لقد رأى هؤلاء الرجال البيضة. فيقول العجوز: هيا لنذهب. فيهجم الرجل والفتاة على بطلنا، ويضرب الرجل بطلنا في وجهه فيسقط على الأرض. ثم تمسكه الفتاة وتضع السكين على رقبته قائلة: لا تتحرك أيها الفتى الوسيم، ستؤذي نفسك. ويضحك العجوز ويقول: يا فتى، أنت تقلل من قدرة صائدي المواد على شم الكنوز. وهنا يظهر الرجل الثاني ومع البيضة ويقول لرفاقه: انظروا إلى هذا. فيقول بطلنا في نفسه وهو غاضب: يا لهول، هذا سيء للغاية. ثم يقول للعجوز: الآن بعد أن أصبح لديكم الكنز اقتلوني. فتقول له الفتاة: يا له من أمر مؤسف أيها الفتى الوسيم، حان وقت الفراق. فيقول بطلنا في نفسه: هذه فرصتي الوحيدة للنهوض من جديد، ولا يمكنني السماح لهم بأخذ بيضة التنين مهما كلف الثمن. وهنا تتكسر البيضة ويخرج منها التنين، فيصاب اللصوص بالصدمة قائلين: أي نوع من الوحوش هذا؟ فيهجم التنين عليهم، ويحاول العجوز الهرب، فيقول له التنين: ابتعد من هنا. ثم يهجم التنين على الرجل ويقضي عليه، مما يجعل العجوز مرعوبا جدا، ويقول لبطلنا: ساعدني أرجوك. فيقول بطلنا: لم أكن أعرف أنه قوي جدا، حتى التنانين الصغيرة التي فقست حديثا قوية جدا، لا عجب أن لا أحد يمكنه ترويض التنانين. فتقول الفتاة وهي مصدومة: بطلنا، هل هذا تنين؟ ماذا قلت للتو؟ هل هذه بيضة تنين؟ فيهجم التنين على العجوز، ثم يقف أمام الفتاة التي تكون مرعوبة جدا من موت أصدقائها وعاجزة عن الحركة، فينقذها بطلنا ويجري نحو التنين قائلا: يا لهم من صيادين أغبياء، لا يمكنهم حتى شم رائحة المواد. ثم يقول لبطلنا: جربت مع سرقة التنين، هذا جزاؤكم. وهنا يستخدم بطلنا مهارة ترويض التنانين، فتقول له الفتاة: بطلنا، من أنت بالتحديد؟ فيبتسم بطلنا ويقول لها: هل تريدين أن تعرفي من أنا؟ هل اعتقدت أنني مجرد مستدعي؟ أنا سيد التنانين. مما يجعل الفتاة مصدومة. ثم يقول له النظام: تم إبرام العقد مع التنين الأسود. المهارات المتاحة: مخالب التنين، ضربة ناب التنين، وإلهام التنين. فيهجم التنين على الفتاة فتقول: أرجوك اتركني،
لو كنت أعرف أنها كانت بيض تنين لما فعلت ذلك. فيقول لها بطنها: أيها الصيادون الحقيرون، كما قتلتم أشخاصا آخرين. فتقول: لا، لم أفعل. فيقول لها بطنها وهو غاضب: اذهبي مع رفاقك. ثم يقتل بطنها الفتاة ويقول بعد انتهاء المعركة: أخيرا لقد انتهيت. ويقول في نفسه وهو يمسك التنين: أنا حاقر، لا أصدق ذلك. ثم يقول للتنين وهو يبتسم: أنت مفعم بالطاقة. ويتخيل نفسه راكبا على التنين في المستقبل قائلا: حان الوقت للتخلص من لقب أضعف مهنة. ويكون سعيدا جدا من هذا. ثم يقول: لقد عبرت حقا الخط من الأضعف إلى الأقوى. وهنا يبدأ بطلنا بالتفكير في اسم للتنين، ويختار عدة أسماء مثل كورة فحم صغيرة، ثم يعود ويقول: لا، هذا لا يناسب. وبعدها يقرر أن يسميه شياو يي. ثم يقول في نفسه: لا شك أن يوم تخلص مروض التنانين من لقب أضعف مهنة قادم لا محالة. وهنا يلعق التنين دم بطلنا، فيقول له: انتظر، ماذا تفعل؟ ثم يخرج التنين قوة كبيرة ويطير إلى الأعلى، ويتغير شكله إلى شكل فتى. فيتفاجأ بطلنا من هذا الأمر قائلا: ماذا يحدث؟ ثم يكتشف أن التنينة يمكنها التحول إلى شكل بشري، فتهز رأسها بالموافقة. وهنا تظهر معلومات بطلنا: القوة 55، الرشاقة 53، الروح 6، القدرة على التحمل 60، والمهنة هي ترويض كل أنواع التنانين المختلفة. أما المهارات، فهو يمتلك مهارة مخالب التنين التي تحول الذراعين إلى مخالب، وتعتمد القوة على التنين الحالي، ومهارة ضربة ناب التنين التي تجمع طاقة التنين لإطلاق ضربة قوية، ومهارة إلهام التنين التي تشجعه وتشجع حيوانه الأليف وترفع سماته بنسبة 30%. أما معلومات التنين، فهو تنين الظلام من المستوى الأول، والقيمة المخزنة هي 239. وهنا تحاول التنينة الطيران ولكنها تفشل، فيقول بطلنا في نفسه: كان توقعي صحيحا، وتم فتح جميع المهارات بعد ترويض التنين. إلهام التنين يمكنه تقوية نفسي، والتنين الأليف مع كفاءة 30% لجمع السمات، وقوة الهجوم أعلى بكثير من تأثير تعزيز الكهنة. ضربة التنين عبارة عن هجوم شديد الضرر، ويمكنني أيضا تحويل ذراعي إلى ذراع تنين لإلحاق الضرر. ثم يضغط بطلنا على صورة التنينة ويقول: خصائص تنين الظلام الصغير: تفوق الإنسان العادي ب5 أو 6 مرات، وهذا كاف لجعلها تفوق على أي مقاتل من نفس المستوى، حتى لو كنت قاتلت بنفسي. وتظهر معلومات التنينة: القوة 342، الرشاقة 267، الروح 359، القدرة على التحمل 373، مع مهارات مثل هجوم الفك الذي يندفع بسرعة عالية ثم يعض ويتسبب في ضرر مستمر ونزيف للهدف، ولهب الحمم البركانية الذي يمكن التنين من إطلاق اللهب بشكل مستمر أمامه مما يسبب الضرر ويشفي نفسه في نفس الوقت. ودم تنين الظلام الذي يقلل جميع الأضرار المتلقاة بنسبة 50%، ويحصنه من جميع التأثيرات مع زيادة في القدرة على الشفاء الذاتي بنسبة 500%. فيقول بطلنا في نفسه وهو مصدوم: تنين صغير من المستوى الأول مع هذه المهارات والخصائص التي تقارب 400 نقطة، ولا يمكن للبشر الوصول إليها أبدا. حتى لو كان خبيرا بشريا متقدما بالمستوى 20، فلن يكون قادرا على هزيمته. وميثاق الدم يمكنه رفع جميع السمات للضعف بشكل مباشر، وأشعر بوضوح أني أصبحت أقوى بعد ترويضه بنجاح. ومهما كانت المهنة المخفية قوية، فلن يكون لديها أي فرصة للفوز أمام التنانين. ليس هناك شك في أن مروض التنين أقوى مهنة مخفية. وهنا تكون التنينة تأكل قشر البيض الخاص بها. فيقول بطلنا في نفسه: مع أنها تحولت إلى شكل بشري، إلا أنها لا تزال لديها عادات التنين. ثم يفكر في تسميتها، ويقرر أن يسميها شياو يي. بعدها يقول في نفسه: هذا الأمر يستحق المخاطرة، سأصطاد بعض الوحوش البرية لملء بطن شياو يي. ثم يقول في نفسه:
علي أن أتدرب جيدا لاختبار قبول الجامعة الذي سيأتي قريبا. معظم الطلاب يركزون على الترقية في الخارج، لذا سأستعد للانطلاق. ويقول في نفسه: جائزة كوني أفضل باحث في المنطقة الجنوبية، والمؤهلات لأعلى جامعة في مملكة تنين التي كنت أتطلع إليها أصبحت في متناول يدي. ومع ذلك لا يمكنني الاستخفاف بالأمر، فرفع مستواي والتعرف على المهارات هي أولوياتي الآن. ثم يقول لشياويي: هيا ننطلق ونتعمق في الجبال والسهول، وهناك وحوش طعمها ألذ من قشر البيض. وهنا يظهر سرب من الوحوش يجري نحوهم، فيستغرب بطلنا: إنه ضبع السهول، وهو أخطر وأشد قسوة من الثعلب الرمادي المتعطش للدماء. وتظهر معلومات الضبع: المستوى الثاني، مهارات عضة الأسنان المكسورة التي تسبب ضررا مستمرا، والتعفن الذي يحدث تأثيرا مرضيا على الهدف، وقيمة الخبرة هي 80 نقطة. وهنا تهجم شياويي بسرعة خاطفة، فيقول بطلنا: هذه السهول الصخرية الجبلية هي مجرد قطعة من الكعك لأقوى مروض تنانين وتنينة. ثم تهجم شياويي بضربة النيران وتقضي على جميع الوحوش، ويكتسب بطلنا نقاط خبرة، فيرتفع مستوى بطلنا إلى المستوى الأول، وترتفع شياويي إلى المستوى الثاني والثالث. فيقول بطلنا في نفسه: هذا أمر جيد حقا، ولكن إذا أردت رفع مستواك بشكل أسرع فعليك اصطياد بعض الوحوش النخبة. وهنا يلاحظ بطلنا وجود وحش مختبئ، فيقول لشياويي: اتركي الضباع الصغيرة، هناك وحش كبير كان ينتظر لفترة طويلة. وفعلا يخرج الوحش، وهو أسد الدم ذو الرؤوس الثلاثة من المستوى 27، مع مهارات الزئير والضغط، الله بالثلاثي، وقيمة الخبرة هي 23,790 نقطة. فيقول بطلنا: زعيم نخبة من المستوى 25، وفي العادة يتطل الأمر فريقا من صائدي الوحوش لمجرد الاقتراب منه. ثم يقول بطلنا لفريقه: هيا لنهاجم الأسد. فيهجم الأسد باستخدام مهارة الزئير التي ترفع من قوة دفاعه وهجومه لفترة من الوقت. ثم يحاول الأسد استخدام مهارة الله بالثلاثي التي تجمع التنفس المحترق في كرة نارية، لكنها تتطلب وقتا لتنفيذها. فيستغل بطلنا الفرصة ويقطع تنفيذ المهارة، ثم يقول لشياويي: ساعديني في الهجوم. فيتحول بطلنا إلى هيئة التنين، ويصبح راكبا على شياويي، ويهاجمان الأسد بمهارة الناب التي تندفع بسرعة عالية وتوقف الوحش عن تنفيذ المهارة. ثم يقفز بطلنا من فوق شياويي ويهجم على الأسد بضربة ناب التنين، ويستخدم مهارة ميثاق الدم ليهاجم الزعيم ويقضي عليه. بعدها تعود شياويي إلى شكلها البشري، وينزلون على الأرض، ويرتفع مستوى بطلنا إلى المستوى 14، وشياويي إلى المستوى 9. وهنا يظهر نظام الخريطة ويرسل خريطة الكنز الخاصة باليوم. فيتفكر بطلنا: هل هذه الخريطة خاصة أيضا بمهنتي؟ ثم يتبع بطلنا الخريطة ويصل إلى المكان المطلوب، وهنا يجد فريقا في أعماق السهول الصخرية. فتقول الفتاة للعجوز: هذه فرصة نادرة جدا ولا يمكننا تضييعها. فيرد العجوز: لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك، ويتطلب العالم السري 5 أشخاص على الأقل لدخوله، ولا يمكننا الدخول إلا بعد اكتمال العدد. ولكنني أقترح أن تعدي ساي إير إلى مدينة جانج وتحضري شخصا إلى هنا. فتقول الفتاة: حتى مع رشاقتي فإن الرحلة ذهابا وإيابا إلى المدينة ستأخذ يوما كاملا. وتظهر معلومات الفتاة: اسمها تشين، ومهنتها القتالية مجهولة. فيقول لها العجوز: لا داعي للقلق بشأن المكاسب والخسائر مثل هذه، وبمستوى قدراتك بمجرد دخولك إحدى الجامعات 10 ستحصلين بالتأكيد على عالم سري خاص بك. فتشعر تشين بالحزن لعدم تمكنهم من الدخول إلى العالم السري، وفجأة يشعرون بقدوم شخص وهو بطلنا. فيقول له العجوز: هذا المكان ليس مناسبا لصائدي المواد. ولكن تشين تسكت وتدعو بطلنا للانضمام إليهم مؤقتا، وتقول: لا داعي لفعل أي شيء، فقط تعال معنا لتكملة العدد.
وبعد النجاح في المهمة سأعطيك مكافأة قدرها 100 عملة تنين. فيقول بطلنا: 100,000 عملة تنين. ثم يقول في نفسه: بالطبع، هذا عالم سري نادر ومهم جدا. فتقول له تشين: نعم نعم، نحتاج مساعدتك فقط في إكمال عدد الأشخاص المطلوبين للدخول، ولن تفعل أي شيء، وستحصل على 100,000 عملة تنين. فيرد عليهم بطلنا: أنا لست مهتما بالمال، ويمكننا التعاون واتباع القواعد. فتقول له تشين: هل تقصد أنك تريد توزيع مكافآت العالم السري بناء على أداء كل فرد؟ فيرد بطلنا: نعم. فتفكر تشين في نفسها: متوسط مستوانا حوالي 20، لكنه يبدو أضعف منا جميعا. هل هو واثق جدا من نفسه أم أنه مجرد شخص مغرور؟ ثم تقول لبطلنا: بما أنك تريد التعاون فلنشكل فريقا ونظهر المصداقية. عرض 100,000 عملة لا يزال قائما. فيوافق بطلنا ويستعدون جميعا للدخول. ثم يقول بطلنا في نفسه: كشف هوية شياو يي في البرية أمام الغرباء سيسبب لي المتاعب. سأنتظر حتى أحصل على مكافآت العالم السري. وهنا يدخلون جميعا إلى العالم السري، الذي يكون عبارة عن قرية الحزن بالمستوى 10، وصعوبة المستوى صعب. يتفاجأ الفريق بأن القرية هادئة جدا. فتقول تشين: لا توجد أي علامة على الحياة هنا. فيسأل العجوز بطلنا: هل معك سلاح؟ فيخرج بطلنا سيفا جديدا، وهو سيف التنين الأسود من الجوة الملحمية. والمستوى المطلوب هو المستوى 10، والمهنة المطلوبة هي مروض التنين أو محارب دم التنين. والمهارات المتاحة هي تحول الدرع دم التنين، التي تجعل المستخدم يتحول جزئيا إلى تنين، وترفع القوة إلى 65 وقدرة التحمل إلى 30. فيقول العجوز عن سلاح بطلنا: هذا السلاح غير عادي. ثم يسألونه: هل أنت طالب أيقظ مهنته مؤخرا؟ فتقول تشين: لماذا تهتمون بذلك؟ التعاون هو تعاون، وإذا كانت لديه نية شريرة فسنتصرف على الفور. وهنا يظهر زومبي من تحت الأرض، وهو الزومبي الفاسد من المستوى 15، مع قيمة خبرة 620 نقطة ومهارة سم الجثة، التي تجعل الهدف يفقد نقاط حياته بشكل مستمر. والأهداف التي تحت تأثير السم تتحول إلى زومبي فاسد أيضا. ثم يظهر عدد كبير من الزومبي، فيتصدر الفارس تشاو جي الهجوم، وهو فارس من المستوى 20. ويشكر العجوز الذي يكون محاربا من المستوى 28 على مساعدته. ثم يهاجم العجوز الزومبي بمهارة قطع القمر، وتقاتل تشين الزومبي باستخدام القوس، وتكون مهنتها مختالة من المستوى 23. فيقول بطلنا في نفسه: محارب من المستوى 28، وعلى وشك تغيير مهنته للمرة الثانية. ثم تستخدم تشين مهارة مطر النور المقدس، التي تجمع الطاقة وتطلقها على شكل هطول من النجوم، مما يسبب ضررا كبيرا ويعالج الحلفاء بنفس المقدار، وتقضي على الكثير من الزومبي. ثم تقول لبطلنا: هذه هي خصائص مهنتي المخفية ساحرة النور المقدس، التي تجمع بين الهجوم والعلاج. بالطبع، ضرر الهجوم أقل من ضرر الساحر، والمعالجة ليست جيدة مثل معالجة الكاهن. فيستغرب بطلنا ويقول في نفسه: مهنة مخفية أخرى، ولكن دراية النور المقدس فعالة جدا أمام الزومبي. ثم يشعر الفريق بهزة أرضية قوية، ويظهر عدد كبير من الزومبي، ولكن الهزة الأرضية تكون بسبب الزومبي النخبة، وهم زومبي الدم من المستوى 20، مع قيمة خبرة 840 نقطة، ومهارات عضة مص الدم، وسم الجثة، وجنون الدم، التي تجعله يدخل في حالة الجنون وترفع القوة والرشاقة بنسبة 40%. ويهجم الزومبي على الفريق. فيقول العجوز: تشين، احملي تشاوجي وبطلنا ودعينا ننسحب. فيقول بطلنا لشياويي: تعالي معي ولا تدعي الزومبي يخترق الصف الأمامي. ثم يهاجم بطلنا الزومبي بمهارة قطع القمر، وتهجم شياويي بمهارة الاندفاع، ولكنها تفشل في سحب السلاح من جسد الزومبي. فيستخدم الزومبي مهارة سم الجثة، مما يجعل بطلنا يفقد صحته بسرعة. فيقول بطلنا في نفسه: سم الجثة يتطلب تطهير الكاهن لإزالته،
وتشين بصفتها ساحرة النور المقدس لا يمكنها مساعدتي. ثم ينادي العجوز على تشين لتساعده، فيقول لها: تعالي إلى الصف الأمامي ودافعي عني ضد الزومبي. وهنا يأتي دور بطلنا سيد التنانين لوفان، فيهجم بسرعة خاطفة على الزومبي ويقضي عليه. فيصاب الفريق بالصدمة من قوة لوفان المرعبة. ثم يقف لوفان وهو يمسك سلاح العجوز ويقول: لا تكن جبانا، فلا يزال يتعين علينا المضي قدما. فيقول العجوز: مستحيل أن تكون طالبا. فيرد عليه لوفان: أنا طالب في الصف الرابع عشر، ولا داعي للكذب عليك بخصوص هذا الأمر. لقد أتيت إلى السهول الصخرية فقط من أجل اختبار كارثة القبر. فتقول تشين في نفسها: مذهل كيف أن مستوى 14 يتفوق في الهجوم عن محارب من المستوى 28. ثم يهجم زومبي على تشين، فينقذها لوفان بسرعة خاطفة ويقتل الوحش بكل سهولة. بعدها يقول لوفان: مستوى الزومبي يرتفع في القرية أكثر فأكثر، وسأبقى في الصف الأمامي. ثم يتعمق الفريق في القرية ويواجهون المزيد من الزومبي. فيقول لوفان: لا يمكننا إزالة سم الجثة، ولا يمكن أن تظهر بوابة المغادرة إلا بعد هزيمة حارس العالم السري، ويجب أن ننهي هذا بأسرع وقت ممكن، وإلا سأموت هنا مع انتشار السم، أو ربما أتحول إلى زومبي. وهنا يلاحظ تشاوجي وجود شيء خلف العجوز، فيحذرهم بسرعة، ولكن الزومبي ذو البشرة الحديدية من المستوى 20 يظهر فجأة. فيصاب الفريق بالصدمة، ويكون الزعيم جائعا ويريد أن يأكل الفريق. فيقول لوفان في نفسه: سم جثة تشاوجي خطير لدرجة أنه أيقظ الزومبي ذو البشرة الحديدية. ثم يقول لوفان للفريق: هيا لنقضي عليه قبل أن يستخدم مهارة الامتصاص على تشاوجي. فيهجم العجوز على الزومبي بمهارة قطع القمر الكامل، ولكنها لا تؤثر عليه. فيهجم لوفان على الزومبي بسيفه، ولكن الزومبي يستخدم مهارة الجلد الحديدي التي ترفع من دفاعه وتحمله بنسبة 40%. فيقول لوفان: أحتاج إلى ضربتين سريعتين لإيقافه. ثم يكتشف لوفان أن سيفه يمتلك مهارة ذراع التنين التي تجعل المستخدم يتحول جزئيا إلى تنين وترفع قوة التحول. فيستخدم لوفان المهارة ويهجم على الزومبي بسرعة خاطفة، بينما تساعد تشين في الهجوم بمهارة مطر النجوم المقدس. وعندما يكون الزومبي على وشك الانهيار، يقول لوفان للعجوز: هذا الزومبي يعتمد على الانصهار والامتصاص المستمر ليصبح ضخما. جوهره الحقيقي مخبأ في الداخل. فيهجم لوفان على الجوهر الحقيقي للزومبي ويقضي عليه أخيرا. بعدها يظهر صندوق كنز بعد هزيمة الزومبي، ويعتذر الفريق لوفان لأنهم استهانوا بقوته. فيقول العجوز: أنت بالتأكيد تمتلك القدرة على إكمال هذه المهمة منفردا. فيرد لوفان: هذا مبالغ فيه، دعونا نترك تشين لتوزع المكافآت. يفتح الفريق صندوق الكنز، فيحصلون على إكسير القوة من النوع الاستثنائي، وجرعة ترياق من المواد الاستهلاكية ذات الجودة النادرة التي يمكنها القضاء على تأثير سم الجثة، ودعامات الحداد من النوعية الممتازة. ثم تقول تشين: لم تفتح بوابة المغادرة بعد. فيتفاجأ الفريق عندما يكتشفون أن الزومبي ذو البشرة الحديدية لم يكن الزعيم النهائي للعالم السري. ثم يصلون إلى ضفاف البحيرة، وهناك يظهر وحش عملاق اسمه جثة الحزن من المستوى 25، نفسه حتى بدون تأثير إضعاف أرشيفيمامي على جميع الخصائص، لأننا كنا قادرين على تقديم أي مساعدة طالما أن الجميع يعرف ذلك. فدع من يمكنه التعاون معي حقا يحل مشكلتك. وهنا تهجم عليه الزعيمة، فبيضحك لوفان وينزل لها بنظرة حماسية وهو يقول: يمكنك الخروج والقيام ببعض الأنشطة. عندها الصغيرة نعرف أنه كان يكلم شياو، وفعلا يخرج التنين الأسود من البوابة ويتجهز لمواجهة هجوم الزعيمة. يظهر بشكل تنينه الكامل، فيصدم الفريق من هذا الأمر قائلين: هذا الطفل لوفان استدعى تنينا عملاقا. ويا له من مشهد حيث أن لوفان يسبب مجزرة بحق الزعيمة دون أي رحمة، مستخدما هجوم الفاكهة، وهي مهارة الاندفاع بسرعة عالية
تسبب ضررا مستمرا مصحوبا بالنزيف. الزعيمة تعاني من هذا الأمر، وشياو لا ترحمها فتهاجمها بمخالبها، مما يؤدي إلى تحطيم الزعيمة نهائيا. تساو إير تصرخ بصدمة: هل هزمت بهذه السهولة؟ فيرد عليها العم جي: تم تقطيع أوصال الزعيمة بضربتين فقط، وكان الأمر مرعبا بكل بساطة. يقول شياو جي وهو مصدوم: لم أكن أتصور أنني سأرى تنينا بعيني. وتشين متفاجئة بأن الشخص المذكور في الشائعات الأخيرة في مدينة شنغهاي هو بالفعل الشخص الواقف أمامها، مروض التنانين الوحيد، لوفان. يقف لوفان مع شياوي بشكلها التنيني، ويقول الفريق: بما أن لوفان يمكنه استدعاء تنين عملاق، فهذا يعني أنه يمكننا إنهاء العالم السري. ولكن لوفان مستغرب لأن البوابة لم تظهر بعد، ويتساءل ما إذا كانت الزعيمة لم تمت بعد. فجأة يظهر ظل في الماء، وتخرج الزعيمة مجددا بطاقة كبيرة وبشكل أقوى. يصاب الفريق بالذعر، حيث تظهر الزعيمة غاضبة وترتفع جميع إحصائياتها. تهجم الزعيمة بالماء على لوفان والفريق، لكن شياو تتصدى للهجوم بمهارة المناعة والتقييد التي تقلل جميع الأضرار بنسبة 50%، وتمنح مناعة ضد جميع التأثيرات، وترفع قدرة الشفاء الذاتي بنسبة 500%. تحاول تساو إير تفادي الهجوم، ولكن الزعيمة تصيبها مجددا. يحاول العم جي مساعدتها، لكن الماء لا يمكن تدميره، ويدركون أن ذلك بسبب جسم الكراهية الذي يجعله محصنا ضد جميع الأضرار الجسدية. تقول تساو إير بحزن: لقد انتهى الأمر يا آنسا، أنا آسفة. فترد تشين: أنا من يجب أن يعتذر، فقد أصريت على المجيء لهذا العالم السري، وأنا السبب في كل ما حصل لكم جميعا. لكن لوفان يقول لها بحزم: بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة، هل سنستسلم الآن؟ فتجيب هايتشين: أنا الوحيدة التي يمكنها استخدام الهجمات السحرية، لكن قوتي الهجومية ضعيفة. فيرد العم جي: هذا الوحش محصن ضد جميع الهجمات الجسدية، وفي هذا الموقف بالكاد يمكننا حماية أنفسنا. تقوم الزعيمة بتفعيل تأثير الحزن، لكن لوفان يصرخ: لن أستسلم. عندها تفعل شياو تأثيرات المناعة، مما يجعلها محصنة ضد الموت الفوري وسم الجثة والنزيف والدوخة وجميع مهارات الزعيمة، لأنها من سلالة التنين الأسود. يصاب الفريق بالدهشة، لكن تساو إير تقول: الفرق في المستوى كبير جدا. يرد لوفان بثقة: لا تقلقوا، سمات التنانين لا يمكن مقارنتها بالبشر. وهنا تفعل الزعيمة مجددا تأثير الحزن، لكنه لا يؤثر على شياو إطلاقا بسبب مهارة المناعة. رغم أن شياو في المستوى الثامن، إلا أن إحصاءاتها تفوق الزعيمة بكثير. يستخدم لوفان مهارة تشجيع الني التي ترفع جميع السمات والقوة الهجومية بنسبة 30%. ثم يستخدم لوفان وشياوي مهارة الحمم التي تطلق النار بشكل مستقيم أمام العدو، وفي نفس الوقت تعالج المستخدم بمقدار الضرر الذي يلحقه بالعدو. تعاني الزعيمة بشدة ويتم محوها تماما. يصاب الفريق بالدهشة من قوة لوفان وشياوي، لكن قبل أن تموت الزعيمة وتنفجر، تستخدم مهارة إرادة الكراهية، وهي انفجار كراهيا يوقظ جميع الجثث في السر. تنفجر الزعيمة ويسقط منها صندوق، ويرتفع مستوى شياو بمقدار 10 ومستوى لوفان بمقدار 5. يفرح الفريق لانتهاء الزنزانة أخيرا، لكن فجأة يستيقظ الزومبي ويدركون أنه تم إحياؤهم في القرية. تتحول شياوي إلى شكلها البشري وتهاجم جميع الزومبي، فتقضي عليهم بسهولة. يصاب العم جي بالدهشة: هذه الفتاة هي في الواقع التنين العملاق. وتشين مندهشة أيضا: الزومبي الذين قاتلناهم بشدة من قبل تم قتلهم بسهولة هذه المرة. يقول لوفان: شياو تتعامل مع هؤلاء كما لو كانت تلعب. ثم يطمئن تشين: لا داعي للقلق، تم هزيمة رئيس الوحوش، وبعد توزيع المكافآت يمكننا الاستعداد للمغادرة. ووفقا للقواعد سأختار أولا لا تمانعين، أليس كذلك؟ ولكن قبل موت الزعيمة وانفجارها، تستخدم إرادة الكراهية، وهي انفجار الكراهية وإيقاظ جميع الجثث في السرب. فتنفجر الزعيمة ويسقط منها صندوق، ويرتعش ياوي بمقدار 10
ومستوى لوفان يرتفع بمقدار 5. ويكون الفريق سعيدا لانتهاء الزنزانة أخيرا، ولكن يصح الزومبي، ويتضح أنه تم إحياء الزومبي في القرية. ولكن يطير شياوي وهي في شكلها البشري وتنهال على جميع الزومبي وتتخلص منهم بكل سهولة. فيتفاجأ العمجي أن هذه البنت هي في الواقع التنين العملاق، وتتولد شين وهي متفاجئة. الزومبي الذين حاربناهم بشدة لقتلهم من قبل في الواقع تم قتلهم بسهولة شديدة. فيقول لهم لوفان: شياوي تتعامل مع هؤلاء كما لو كانت تلعب. ويقول لتشين: لا داعي للقلق، تم هزيمة رئيس الوحوش، وبعد توزيع المكافآت يمكننا الاستعداد للمغادرة. ووفقا للقواعد أختار أولاً، لا تمانعين أليس كذلك؟ فتركها، وعندما يفتح لوفان الصندوق يجد فيه سيف النور المقدس من النوعية الممتازة، ومتطلبات المستوى من 10 أو أكثر، مع مهارة ختم النور المقدس والتي تسمح للمستخدم بتوجيه شعاع من الضوء لتقييد الهدف. رداء الشفق من النوعية الممتازة، ومتطلبات من 10 أو أكثر، مع مهارة التدفق الضوئي والتي تسمح للمستخدم بتوجيه الضوء لإنشاء حاجز حماية. خاتم الحزن من النوعية النادرة، مع مهارة هالة الحزن والتي تمكن المستخدم من تحديد هدف واحد لتلقي هالة الحزن. أي هجوم يكون به حامل الهالة يزيد في قيمة الغيظ، وعندما تصل قيمة الغيظ إلى الحد الأقصى يصاب الهدف بتأثيرات سلبية مثل تسمم الجثث والنزيف. كتاب تغيير المهنة من النوعية الممتازة، ويمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم أي مهنة مخفية تغيير مهنتهم إلى مهنة مخفية أعلى من مهنتهم الحالية، ولكن باحتمال منخفض جدا. فيختار لوفان كتاب تغيير المهنة، فتقول له تشين وهي متوترة: لا داعي للتظاهر معنا، وفقا للقواعد كل هذه الأشياء ملك لك. ولكن يقول لها لوفان: أنا لا أتظاهر باللطف، فمع الروح تناسبك أكثر، ولكن أنا بحاجة إلى مجلد تغيير المهنة هذا. فتقول وهي سعيدة: لولا وجودك لربما مات الجميع هنا. وتقول له: خذ خاتم الحزن، على الأقل يرجى قبول هذا. فيوافق لوفان ويأخذ منها الخاتم. وبعدها قلت ساول تشين: يا آنسة، يجب أن أستعد للعودة. وتقول تشين مع نفسها: لوفان، ما الذي لم تظهره لنا بعد؟ أنت حقا شخص غامض. وتنتهي الأحداث عند محل المخبوزات في المدينة، وقتها تكون عامة لوفان سعيدة جدا لأنه عاد، وكانت خائفة عليه جدا وتعيط لأنه ترك البيت دون حتى أن يخبرها. فيسامحها لوفان على ذلك. وبعدها تقول العمة للشياوي إنها أكيد لم تأكل بشكل كافي هذه الأيام، وهل تشعرنا بالجوع؟ فبدت شياو تهز رأسها بالموافقة. وبعدها يخرج لوفان كتاب تغيير المهنة ويحاول أن يعطيه لعمته، ولكن في البداية ترفض عمته هذا الشيء الثمين، وتقول إنه يجب أن يبيع هذا الكتاب ويشتري بعض المعدات له كي يجهز نفسه جيدا للاختبار التدريبي الكبير. ولكن يريها لوفان حسابه البنكي ويقول لها: عمتي، لا أحتاج إلى المال أو المعدات. ويكون في حسابه 280 ألفا، والعمة مصدومة من هذا الرقم، وتقول له: من أين لك كل هذا المال؟ فيقول لها لوفان إنه باع المواد التي جمعها خلال هذه الرحلة، وأيضا زميلته تشين، وعدته بمكافأة قدرها 100 ألف. ويقول لها: عمتي، صدقيني، لن نضطر أبدا للقلق بشأن المال مرة أخرى. والعمة سعيدة من هذا الكلام، ويقول لها لوفان: من الأفضل استخدامه الآن. فتوافق العمة وتفعل كتاب تغيير المهنة، فتغير مهنتها من مهنة حياتية عادية إلى مهنة مخفية، وهي طاهية السحر. فيسأل لوفان إن كان هناك أي تغييرات جديدة، فتقول إنها تمتلك الآن مهارة طبخ السحر، حيث يمكنها صنع طعام له تأثيرات مختلفة. ولوفان سعيد من هذا الأمر. وبعدها يقول: مهارات عمتي جيدة جدا، لذا يجب أن تكون الخصائص الإضافية عالية أيضا. مكتب عائلة تشين. نفس الليلة في ذلك الوقت، الآنسة تشين تحكي عن لوفان وكيف استدعى تنينا أسودا قويا جدا لإنقاذ الجميع، وتعتذر عن تصرفها المتهور الذي كان سيميتهم جميعا.
فيسألها الشخص الجالس أمامها ولدها: هل عرف أي شخص آخر عن التنين؟ فتقول له تشين: لا، اتفقت مع لوفان عند عودتنا ألا نخبر أحدا من عائلة تشين عن التنين. فيقول لها: أحسنت التصرف. لو تسربت هذه المعلومات فلن يتمكن الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على قوة التنين من الحفاظ على هدوئهم. ونعرف أن اسمه هو تشن شنهاي، ومهنته القتالية غير معروفة بعد. هنا تتوجه تشين لوالدها وتقول له: أبي، لقد أنقذ حياتنا جميعا بما في ذلك حياتي. ماذا ستفعل أنت؟ ألا تفكر في استغلال التنين الخاص به، أليس كذلك؟ فيضحك الأب ويقول لها: وهل تعتقدين أنني شخص كهذا؟ وماذا ستفعلين لرد الجميل للوفان على إنقاذه حياتكم؟ فتقول له: وعدته بمبلغ 100,000 عندما دعوته للفريق. خذي بطاقتي البنكية غدا وقومي بزيارته شخصيا للتعبير عن امتنانك له. فتوافق تشين على ذلك. وبعدها تقول لوالدها: أبي، أنت مهتم جدا بلوفان، ألا تريد أن تأتي معي؟ فيقول لها الأب: كنت أتمنى ذلك، وكنت سأكون سعيدا جدا بمقابلة مروض التنين هذا، ولكن لدي ترتيبات أخرى غدا. المدينة تتحدث عن الأميرة. في اليوم الثاني نرى جميع الناس يتحدثون عن قدوم الأميرة الصغرى من مملكة تايتشي للدراسة في مملكة التنين في مدينة جانغهاي، ويكون الحديث عن البنت التي معها حارس، ويقولون: في عالم الأعمال هناك تبادل زيارات، لذا لا يمكنك الرفض. ولكن لماذا أتت في هذا الوقت قبل الامتحان الكبير؟ لا أعتقد أنها هنا فقط للدراسة. وهنا تذهب الأميرة إلى محل الكعك الخاص بعمة لوفان. وقتها تكون العمة مشغولة في العمل، وفجأة يصل شخصان إلى المحل، فتقول لهم العمة: اعتذر لكم حقا، ولكننا مغلقون اليوم. ولكن الأميرة تسخر من المكان، وهنا الحارس يدفع الباب بعنف مما يؤذي العمة. ثم تقول الأميرة بكل تكبر: أنا الأميرة جين جو من مملكة تايتشي، وأنا هنا للبحث عن شخص اسمه لوفان مروض التنين. وهنا ينزل لوفان ويشاهد عمته تتألم، فيهرع إليها ليطمئن عليها. فتتحدث إليه الأميرة بكل غرور: أنت لوفان؟ شرفتني الأميرة بحضورها خصيصا للقائك. فيستغرب لوفان ويقول الحارس: هذه هي الأميرة جين جو من مملكة تايتشي، وأنا خادم الأميرة تشوي. ونعرف أن مهنتهم القتالية غير معروفة بعد. وبتقول له الأميرة بكل فخر: أنا هنا لأعطيك فرصة للتقدم في الحياة. ويستغرب لوفان من كلامها: قصدك إيه؟ فتقول له: كونك مروض تنين أمر صعب. وهنا تخرج بيضة التنين وتقول للأميرة: أول ما توافق على طلبي ستصبح هذه ملكك، ولدي شروط بسيطة. أريدك أن تكون خادمي وتفعل ما آمرك به ولا تعصي أوامري أبدا. وهنا يستعمل لوفان قوته ويتعرف أنها بيضة ديناصور من نوع التنين الأرضي المستوى الأول، وهذا التنين يتمتع بقشرة خارجيا صلبة بشكل طبيعي. ويقول لوفان في نفسه: هذا التنين الأرضي من أدنى أنواع التنانين. ثم يقول للأميرة: حسنا، الصفات رائعة. فتنفجر الأميرة غضبا وتقول في نفسها: هل يدرك هذا الشخص حقا ما تعنيه بيضة التنين لمروض التنانين؟ والعمة متفاجئة مما يحدث وتقول للوفان: كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ فيقول لها لوفان: لا تقلقي يا عمتي، سأتعامل مع الأمر. فتقول له الأميرة: سأعطيك البيضة لتصبح أقوى مروض تنين في التاريخ، ولكن بشرط أن تكون خادمي. فيرفض لوفان العرض مما يزعج الأميرة وتقول له: أترفض أن تصبح خادمي؟ وأول مروض تنين يسجله التاريخ يرفضني. فيقول لها لوفان: لو كان هذا هو سبب مجيئكم يمكنكم المغادرة، لا أهتم بهذه البيضة. فتغضب الأميرة من كلامه ويهاجمه الحارس فورا، وتحاول العمة إيقافهم، ولكن الحارس يضربها. لوفان يخاف على عمته ويجري إليها، ويغضب جدا من هذا الأمر. وهنا يحاول الحارس الهجوم على لوفان، ولكن لوفان يستخدم سيف التنين ويقول بغضب: سأقتلك بيدي. فيرتد الحارس للخلف ويقول في نفسه: هذا الرجل غير طبيعي أبدا.
ثم يهجم لوفان على الأميرة ويسقطها أرضا، فيغضب الحارس ويهجم على لوفان، ولكن لوفان يصد هجومه بسيف التنين ويرمي سيف الحارس بعيدا. بعدها يذهب الحارس للأميرة ليطمئن عليها، ولكنها تضربه على وجهه وتقول: أنت عديم الفائدة؟ هل أبدو بخير في نظرك؟ اذهب واقتله. حتى لو لم أتمكن من العثور على مروض تنين آخر أريده ميتا. تشين تحاول الاتصال بلوفان في ذلك الوقت. تحاول تشين الاتصال بلوفان ولكنه لا يرد، وتفكر في نفسها: ما هذا الأمر؟ وفجأة يقطع تفكيرها انفجار يخرج منه الحارس بعد تعرضه للهجوم، ويقول للأميرة: هذا الشخص قوي جدا. فتغضب الأميرة وتستخدم مهاراتها لمساعدة الحارس في هزيمة لوفان. ويقول لوفان في نفسه بتوتر: هذه التعويذة تشبه تعويذة تشين، ولكن بشكل معاكس. يبدو أنها تمتلك مهنة خفية أيضا. وهنا تسأل تشين لوفان عما يحدث، ولكن الحارس يتحول لوحش. المستوى 12، الأميرة المستوى 5، مهنتها ساحرة الروح. فتقول تشين: لوفان، سأساعدك. ولكن الحارس يهجم عليها فيرميها لوفان بعيدا عن الهجوم، ويقول في نفسه: هجوم هذا الوحش أصبح قويا جدا. يبدو أنني سأحتاج لاستخدام تعزيز التنين مع مخالب التنين. والأميرة سعيدة وتقول: اقتله هكذا، سأشعر بالارتياح. شياو تظهر بشكلها التنيني، وفجأة تقفز شياو من النافذة وتتحول لشكلها التنيني. والأميرة مصدومة مما تراه، ويقول لوفان بفخر: حان دوري الآن للتنفيس عن غضبي. والأميرة مرعوبة لأنها ترى تنينا حقيقيا لأول مرة، فتهجم شياو عليهم ويهزم الحارس من ضربة واحدة. وينادي الحارس الأميرة طلبا للمساعدة، ولكن شياو تقطع مهارتها بسلاسل التنين وترميه بعيدا. وتقول الأميرة في ذهول: باستثناء عائلة جين التي تمتلك بيد التنين، لم أتوقع وجود تنانين أخرى. ويقول لها لوفان: اقتلي التنين لتنفيس غضبك. والأميرة خائفة جدا وتبكي: ابتعد، أنت لا تعرف عواقب مهاجمتي. فيقول لها لوفان بنظرة مرعبة: أمرت أتباعك بالهجوم على عائلتي. فتخاف الأميرة وتقول: ماذا ستفعل؟ وهنا تجمع شياو قوة نارية ضخمة للهجوم على الأميرة، ويستعد لوفان للهجوم بسيفه. ولكن فجأة يظهر أبو تشين راكبا طائرا، فتهجم شياو نحوه، ولكن لوفان يوقفها. وينزل أبو تشين ويقول: هناك الكثير من الناس هنا، أخفي التنين الآن. ويقول في المقاطعة، ويقول له فان مع نفسه، وهو يفتكر لما حصل على خريطة الكنز اليومية، ويقول: إن منذ وصولي إلى المستوى 15 لم أستخدم خرائط الكنز اليومية التي حصلت عليها، لأنه لسوء الحظ كلها من المستوى المتوسط. ولكنه يفكر في دمج الخرائط الثلاث معا، وساعتها سيتمكن من التحضير لاختبار الدخول الكبير. ولكن يقطع تفكيره شخص ينادي عليه ويقول له: لوفان، هل أنت ستشارك أيضا في اختبار الدخول الكبير؟ فيقول له لوفان: أيوة يا أستاذ، واجب علينا المشاركة، وأحس أن قوتي زادت كثيرا في الأيام القليلة الماضية. فيقول له الأستاذ: هذا رائع، وعليك أن تبذل جهدا كبيرا، وتفضل، هذا حجر التنقل الخاص بك. والمعلم يعتقد أن حاسته القتالية ليست أسوأ من أي مهنة، ويعرف النظام أن حجر النقل للاختبار، وتأثيره هو عند استخدامه في الاختبار الطابق الأول، فسينتقل إلى الطابق 16 من برج السلم، وعند استخدامه داخل برج الاختبار فساعتها سيتم نقله إلى منصة الاختبار. ويقول له الأستاذ: ولكن أهمية المهنة كبيرة جدا، ومع أنه مجرد اختبار، إلا أن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى الإصابة أو حتى الموت. وحاول تشكيل فريق مع زملائك في الفصل للتجربة، وإذا لم تتمكن من ذلك فاستخدم حجر النقل للانسحاب، ولا تجبر نفسك على ذلك. فيقول له لوفان: حسنا. ويقول مع نفسه: سيتم تقسيم نقاط الفريق بين أعضاء الفريق، وما أريده ليس مجرد اجتياز الاختبار، بل أن أكون في المركز الأول أيضا. وهنا ينادي شخص على لوفان، والتي نعرف أنها الآن ستتشين، فيقول لها لوفان:
يا لها من مصادفة! هل البنت التي معك هي زميلتك في الفريق؟ فتقول له تشين: أيوة، وده نعرفك على صديقتي المفضلة، ويمكنك أن تناديها بوزي، وإنها قوية جدا. ويعرفون النظام أن اسمها هو تاو شياومان، وهي مقاتلة من الدرجة الأولى. فتقول له: هل ترغب في الانضمام لفريقنا للمشاركة في الاختبار؟ وتكون توز مصدومة بعد سماع كلام تشين، ولكن يقول لها لوفان: أنا آسف، ولكني مخطط للمشاركة منفردا، وعارف إنك عايزة تساعديني، ولكن هذا هو الشرط الذي وافقت عليه، وسأذهب إلى نقطة التجمع في موقع الاختبار أولا، وأتمنى أن تبذلي جهدك كتير لاحقا. فتقول له تشين وهي حزينة: حسنا، وأنت كذلك. وتقول مع نفسها: بالنظر لقدرات لوفان، فإن أي شخص ينضم لفريقي سيكون عبئا عليه. وهنا تقول لها زميلتها: أنت لي دعوتي أضعف مهنة للانضمام لفريقك. فتقول لها تشين: لا، إنه قوي جدا، صدقي أو لا، سيكون لوفان بالتأكيد بطل مقاطعة 2 هذا العام. فتقول لها زميلتها: ما الذي تتحدثين عنه؟ هل وقعت في حب مروض التنين؟ فتحرج تشين من ذلك وتقول لها: لا تفكري في الأمر بشكل خاطئ. وبننتقل في الأحداث إلى لوفان الذي يدخل بوابة عالم الاختبار، ويجد المكان مليئا بالطلاب في كل مكان، ويقول لوفان: هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الاختبار. وهنا يظهر المدير على الشاشة ويقول للطلاب: انتبهوا يا طلاب للاختبار. ويتم تقسيم البوابات السماوية إلى 4 فئات: أهر، عادية، بلاير، صعبة، مخفية، عبر، كابوس. وفي كل مرة يتم فيها الفتح، يمكن للطلاب الذين يختارون هذا المستوى استخدام حجر النقل لدخول برج السلم، وجميع الوحوش في البرج من المستوى العادي، وهي إسقاطات، ولن تكون هناك أي إصابات قاتلة. فيختار مجموعة من الطلاب المستوى العادي، ويكون معدل النقاط صعوبة الاختبار العادي هو 9/10، ويقول لهم المدير: المستوى صعبا فيما فوق، كلها وحوش حقيقية، ويمكن الاحتفاظ بالنقاط عند الخروج باستخدام حجر النقل، ومعدل النقاط صعوبة الاختبار الصعب هو 1. فيختار مجموعة من الطلاب هذا المستوى وينتقل لمكان الاختبار. ونعرف أن الجميع يختار هذا المستوى بشكل افتراضي، وذلك لأنه لو ارتفعت الصعوبة أكثر فيكون ذلك قاتلا فقط، والمهن المخفية فقط هي التي ستذهب هناك. وبعدها يعرف من المدير أن الوحوش ستكون أكثر شراسة في المستوى المخيف، ولا ينصح بتحديدها منفردا، ولا تفكر في أن زملاء الفريق سيشاركونك النقاط، وحياتك أكثر أهمية. ومعدل نقاط صعوبة الاختبار المخيف هو 1.5. وهنا يضحك أحد الطلاب ويقول لمدير المدرسة: أنت تشاهد، أليس كذلك؟ سأحصل على أعلى الدرجات هذه المرة. والذي نعرف أن اسمه هو هونغ ووو، مع مهنة مقاتل مخفي من الدرجة الأولى. وتقول زميلته تشان: هونغ ووو هو أفضل طالب في المدرسة، رقم 1، ومن بين أفضل 5 طلاب في مقاطعة 2. وهذا المقاتل مهنة شاملة، يعني يمكنه الهجوم والدفاع، ولا يزال يتحدى منفردا. حان وقتنا أيضا، ويذكرني: يمكننا فقط الحصول على رتبة منخفضة، ومن المؤكد أننا لن نتمكن من التغلب عليه أبدا، وكان من الأفضل اختيار الصعوبة المنخفضة. وفي الأحداث ننتقل إلى مكتب مدير اختبار المنطقة، ويقول أحد المدراء: إن هونغ وو هو أفضل طالب لدينا في المدرسة، رقم 1. ويضحك بكل فخر ويقول: إن المركز الأول سيكون من نصيبه. وبعدها يقول: ابن السيد تشين تي تشين تشو ليست سيئة أيضا، وفي رأيي يجب أن تكون هذه الفتاة من أفضل 3 على الأقل، أليس كذلك؟ فيقول مدير المدرسة التي فيها لوفان مع نفسه: يا له من عار على لوفان، لو كان اختار مهنة مخفية أخرى لما كانت للمدرسة الأولى كل هذا الشرف. ولكن يقول لهم السيد تشين: أيها المدراء، لدي تلميذ واعد جدا، وأعتقد أنه سيكون الأول في هذا الاختبار. فيستغربون: من هذا الشخص؟ قصدك على مين يا سيدة تشين؟
فيقول لهم: لوفان، مروض التنانين من المدرسة الثانوية الثالثة. فيستغرب مدير المدرسة الثالثة ويقول: شخص مثل لوفان، إن مجموعة الطلاب دخلوا ولكنه لم يدخل برج الاختبار حتى الآن. هل اعترف بالهزيمة وقرر الانسحاب من الاختبار؟ ولكن فجأة يقول مدير المدرسة رقم 3 بكل صدمة وهو يشاهد لوفان: إنه ينسحب من الاختبار، إنه ينتظر بوابة الصعوبة الأخيرة. ويقول الناس في صدمة: هل فقد عقله؟ هذا المريض سيموت. يا سيد لاو، أوقفه بسرعة. ولكن لم يهتم لوفان لكلامه ويدخل الاختبار. فيقول المدير بكل صدمة: آخر شخص تحدى اختبار الكابوس كان قبل 8 سنوات، ساعتها الوحوش مزقته إلى أشلاء وما أفظع موته. ولكن يقول السيد تشين بثقة: ألم أقل لكم؟ انتظروا وشاهدوا. داخل اختبار الكابوس الطابق الأول يقف لوفان في ساحة مليئة بالنباتات الكثيفة والضباب يحيط بالمكان، وهو يشعر أن هناك خطرا يقترب. يقول مع نفسه: في الطابق الأول من برج يسلم الكابوس هناك في الضباب ما لا يقل عن 10 وحوش. وفجأة تظهر الوحوش، والتي يعرف أنها الذئب أسود الشعر، بمستوى 10 مع مهارات العض ومهارة العواء الليلي التي ترفع جميع خصائصهم. يبدأ أحد الذئاب بالهجوم مباشرة على لوفان، ولكن في لمح البصر يسحب سيفه وينفذ مهارة أنياب التنين ليسقط جميع الوحوش في لحظة واحدة. تظهر رسالة في النظام: لقد أكملت الطابق الأول من سلم اختبار الكابوس. مكافأة 99 نقطة. في الخارج يشاهد مدير المدرسة الأولى ما حدث عبر شاشة المراقبة ويصرخ بصدمة: مستحيل! لقد أنهى الطابق الأول في ثوان معدودة. ويقول أحد المدراء الآخرين إن خصائصه أعلى بكثير من معيار هذا المستوى. أما السيد تشين فهو يبتسم بثقة ويقول: ألم أقل لكم؟ يبدأ الحاضرون في القاعة بمراقبة تحركات لوفان باهتمام بالغ. داخل اختبار الكابوس الطابق الثاني يتقدم